هذه القضية في غاية الخطورة والأهمية. يا جماعة الخير ركزوا معي. شخص اتصل على صديقه قال له ترى سيارتي خربانة وأنا ضروري الحين أروح بيت يدتي أخذ أغراضي لأن هم مسافرين وأغراضي محتاجها الحين. فصاحبه قال له تم، الحين أمرك وأوديك ما في مشكلة يعني. فراح مرة ووداه بيت يدته على قولته ونزل خذ الأغراض وكذي. طبعا كان الساعة 10 مساء. هو ناطره بالسيارة، خلص جاب الأغراض وركب السيارة ورد قط صاحب البيت ومشى. صاحب السيارة اللي ما له شغل اللي بس كان قاعد ينتظر، ثاني يوم دقوا عليه المباحث. شو السالفة؟ حياك المباحث. راح عند المباحث، شنو الموضوع؟ قالوا أنت عليك شكوى بأنك أنت قمت بدخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وسرقة عن طريق التحطيم و عليه تهم. طبعا هذه التهم مو عادية، يعني توصل عقوبتها فوق 4-5 سنوات. تقول له زين احنا الحين ماني فاهم شو الوضع. قال الوضع بان صاحبك اللي انت وصلته واللي انت كنت معاه بالواقع راح بيت كان يراقبه صار له فتره، وعرف ان صاحب البيت سافر، ويدري ان صاحب البيت عنده يعني مسوغات ذهبيه وساعات ثمينه، فراح نفذ العمليه، عمليه السرقه، وانت كنت معاه فاصبحت انت فاعل اصلي. تقول شنو يعني؟ قال انت يعني فاعل اصلي، يعني انت بما معناه انت كنت معاه بالواقع تاخذ نفس عقوبته. هو باق انت بكت، هو قتل انت كانك قتلت بما معناه يعني. يقول ليش يعني؟ يقول تفاعل اصلي معاه بالواقع وانت ساعدته على تنفيذ هذه العمليه اللي هي عمليه السرقه. قال لا الكلام غير صحيح. الموضوع انه قال لي بيت يدتي وباخذ اغراضي. قال لا هذا الكلام كله تقدمه دفاعك عند التحقيق النيابه العامه وعند المحكمه، وعاد تشوف عاد فك نفسك. هو يروح عند التحقيقات النيابه العامه ويقدم دفاعه بالتحقيق ويقدم دفاعه عند المحكمه، عاد تشوف عاد تفك نفسك. لكن مساله مو هني مساله دير بالك تثق باي احد ويقول لك ودني هني ودني هني، يستخدمك وسيله لتنفيذ عمليه ايا كان، عمليه سرقه او جريمه اخرى. فحطوا بالكم هذه المساله، مثل ما قلت قبل بان الصاحب ساحب.